السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. عايزة النهاردة اتكلم عن الست اللي قتلت بناتها الاتنين، خنقتهم، موتتهم. البنات دول اللي في الشرقية. احنا اليومين دول بنسمع كتير عن اخبار وحشة كتير في الشرقية، وعايزة اتكلم بخصوص الست دي، وهي فعلا غلطت. هي فعلا بلا رحمة، ما عندهاش قلب. بس قبل ما تحاكموها حاكموا اللي وراها، حكمه اللي خلاها تبقى مضغوطة بالطريقة دي وما تحسش باللي بتعمله. لما طلع جوزها وقال ان هو هيتجوز عليها، ان هو بقاله 4 سنين بيقول لها كده، وان هي عندها ظروف، وان هي مريضة. طب ما هي مريضة بتقول لها انا هتجوز عليكي ليه؟ معلش سوري يعني. لما انت انسان، قبل ما تحاكموها حاكموا الجاني الحقيقي اللي هو الراجل اللي هو بيخلي الست مضغوطة ورامي عليها الحمل وتعب أعصابها وتعبها ومرارها، من عيال لمسؤولية البيت لمدارس لكل حاجة وراها، المصاريف هتعمل ايه؟ اما انت مرتبك مش مكفي البيت تروح تتجوز عليها ازاي؟ وهتتجوز عليها ليه وهي شايلة بيتك وشايلة حياتك كلها؟ ضغطتها، تعبت نفسيتها، تعبت، اي حاجة حصلت لها هي غلطانة، مش هقولك لا، ومش هقول لكم لا هي مش غلطانة، بس هي في الوقت ده مش حاسة بنفسها. وصلت الامر ان هي بقت فاقدة الوعي، فقدت كل شيء. حاسبوا اللي وراها، حاسبوا الراجل قبل ما تحاسبوا الست اللي بتتعب وبتشقى وبيطلع عينيها عشان العيال، الست اللي بتربي وتكبر، وفي الاخر بيخلي الست مضغوطة وتعبانة وعصابها كلها بتتعب، ما بيشيلش عنها، بيرمي مسؤوليته عليها هي، من عيال لكبار لصغيرين لمدارس لأكل لشرب الأسعار كل حاجة. ايه يعني يجي يرميلها مرتبها وانا بتعب في شغلي وانا اعصابي تشقى وانا بقى وانا وهي ايه؟ هي ايه اللي شايله طول النهار القرف وشايله الحمل وشايله الغلب بتحاول تساعد معاك؟ هتعمل معاك اكتر من كده ايه؟ يرحمونا، خلوا الرجاله يرحموا الستات تعبت، فاض بيها، مبقاش غير ان هما خلاص يعني عقلهم راح. انا من ضمن الناس عقلي راح. فين الراجل دوت؟ فين الرجاله اللي بتشقى زي زمان؟ فين الرجاله اللي كانت زمان بتعامل ستاتها كويس؟ مع كلمة شكر حتى ما فيش، كلمة شكر ما فيش. فانا مش مشفقة عليها، انا بالعكس، من- انا مش مشفقة عليها ولا انا معاها، بالعكس انا ضدها. بس انا يعني اكيد حساها، اكيد برضو هي يعني هي بلا رحمة قتلت ضناها، بس اكيد هي ما كانتش في وعيها، اكيد من تعب الاعصاب وضغطها ما بقتش هي، بقت حد تاني. ارحموا الستات، ارحمونا، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارحمونا، اتقوا بالنساء خيرا، حرام عليكم. واخيرا ربنا يا رب تولنا برحمته.